في بقى مكان اثري في محافظه القليوبيه، تعالوا نشوفوا مع بعض التقرير ده واللي بيحكي عن مسجد الاشراف ونرجع لكم تاني. على مساحة تتجاوز 5000 متر تمتد جوانب مسجد السلطان الأشرف برسباي أو مسجد الأشرف كما يطلق عليه الأهالي في مدينة الخنكة بالقليوبية، ويعد بحسب المتخصصين تحفة معمارية تشهد على عظمة العمارة الإسلامية وتميزها رغم مرور قرون على إنشائه. يعود تاريخ بناء هذا المسجد لعام حوالي 1450 ميلاديا، أي ما يقرب من 570 عاما. طبعا هذا المسجد بني على الطراز الإسلامي زي ما انتم شايفين، الأعمدة، نظام السقف، نظام المنبر. شيد السلطان المملوكي الأشرف سيف الدين شيد المسجد عام 48 هجرية ليسعى ما يقرب من 2000 مصل، ويتكون من مصلى فسيح ومكتبة ضخمة تحوي الكثير من الكتب التاريخية والمؤلفات القديمة لعلماء المسلمين الأفذاذ كالمقريزي والسيوطي والعسقلاني وغيرهم. يقع على مساحة تقريبا 7000 إلى 8000 متر مربع، غير المساحة الخلفية للمسجد حضراتكم هتشوفوها، غير المساحة مكان الوضوء القديم ومكان الوضوء الجديد. وزي ما قلنا بيسع حوالي من 1800 مصلي ل 2000 مصلي، وهذا المسجد تم ترميمه عدة مرات. بقايا سبيل أسفل المسجد كان يستخدم لسقي طلاب العلم وعابر السبيل والمساكين، ودورات مياه منفصلة عن المسجد لا تزال بمعالم تخطيطها القديم، وسرداب على عمق 4 أمتار. تفاصيل كثيرة رصدتها كاميرا تلفزيون وطن لمعالم المسجد العريق الذي لا يعرفه الكثيرون على الرغم من كونه تحفة فنية لا تخطئها العين. وادي صحن المسجد يتوسط المسجد نفسه اهوت، ده عشان الشمس والضوء بينزل في صحن المسجد هنا، بيدي إضاءة للمسجد اليوم كله. وأيضا العمدان المقام عليه زي ما انتم شايفينه النظام الإسلامي. عرف المسجد بقصص متنوعة عن وجود سراديب أسفله تم التحقق منها تاريخيا، تحوي العديد من الغرف التي لا يعرف حتى يومنا هذا فيما استخدمت، إلا أن زيارة واحدة لمسجد السلطان الأشرف تحيي في النفوس فخرا وعزا بحضارتنا المنسية تحت ركام الإهمال والنسيان.